السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لحضراتكم جميعا. النهاردة الاثنين 21 يوليو 2025. هندردش مع بعض في مجموعة من الأسهم بعد جلسة الاثنين وقبل جلسة التلات. الفيديو ده فيديو مهم إن شاء الله. هنبدأ بال AGX30. كنا احنا محددين له في الفيديو اللي فات هدف عند ال 34,500 تقريبا أو حوالين منها. جه في شمعة النهاردة عمل 34,323 واللو بتاعه 33,975، قفل على 34,129. اعتقد ان المقاومة او الهدف اللي انا كنت محدده اللي هو يوصل عند ال 34,500، اعتقد اللي هو مش هيقدر يوصل، وهيبقى الدعم بتاعنا الجاي عند ال 33,450 تقريبا او حوالين 33,450. نبص برضو على الاي جي اكس 70. برضو شمعة النهاردة برضو الشمعة دي برضو مش عاجباني. هو عمل خداع بشمعة امبارح على اساس اللي هو يكمل. هنا في خط ترند بيهبط فيه وينزل اهو ماشي. الخط ده خبط فيه كتير كذا مرة ممتد معانا. طيب هو قفل تحت منه النهاردة عند قفل عند 10,253. هيصبح الدعم عندنا القادم 10,100 تقريبا. 10,100 تقريبا. المقاومة بتاعتنا 10,290. نشوف البنك التجاري الدولي وتأثيره على المؤشرات. البنك التجاري الدولي فتح النهاردة عند 91 جنيه، أو قفل سوري كلوز عند 91 ونص. احنا هنا محددين له هدف عند ال 94 جنيه. كده فيها 5%. رقم كبير ممكن يجيبه في جلستين مثلا ويجني من عندها ويجني من عندها ويجني وياخد السوق كله معاه. فنخلي بالنا في الفترة القادمة، الأسبوع ده والأسبوع الجاي نخلي بالنا منهم. الأسبوع ده والأسبوع الجاي، الأسبوع الأخير في شهر 7 وأول أسبوع في شهر 8 برضو نخلي بالنا منه. يبقى كده احنا معانا أسبوعين نخلي بالنا منهم فيهم. نبص بقى على الأسهم المشهورة واللي شغالة كتير. نبدأ بيونيفرسال لصناعة مواد التعبئة والتغليف. كنت حذرت فيه أو حذرت منه في فيديو سابق عند الجنيه وربع، وقلت اللي مؤشراته سلبية وانه عنده هدف عند 96 قرش. الكلام ده بالنص في فيديو بتاع يونيفرسال. تمام. كسر ادينا 4 جلسات وهو بننزل، وابتدى يلم نفسه في الحتة دي في 20/7 جلسة امبارح اللو بتاع 98. النهاردة اللو بتاع 99. اعتقد ان الحتة دي كده هيعرض فيها شوية. هيبقى دعمنا هنا من 96 قرش ل 98 قرش. ده دعمنا. اول مقاومة عندنا الجنيه و11 قرش. فطبعا لما انا بقول على سهم نخلي بالنا او بتكلم على سهم مش شرط اللي هو بتكلم على السهم عشان يبقى هيفرتك وهيعمل انفجارات وصواريخ ويطلع لفوق. لا، انا ممكن بتكلم على السهم عشان بحذرك منه، او لو انت ناوي تدخل فيه تستنى شويه، تعمل هولد شويه. يعني الناس اللي حابه تشتري في الجنيه وربع او الجنيه 22 هنا المنطقه دي كده اهوت، المفروض كانوا يعملوا هولد. لان هو بكسر الحته دي نزل جاب الجنيه دي فيها 20% تحت، فانت كده وفرت ايه؟ 20%. نشوف نهر الخير. نهر الخير ماشي فوق الدعم بتاعه. عندنا دعم الخط الترند ده الدعم
رغم ان الشمعة سلبية بس هو لسه مازال فوق الدعم. دعمنا هنا في ال54.8 لحد ال55 قرش. طيب هو النهاردة كلوز 55.1، والمقاومة برضه راح لمس المقاومة عند ال56 على المدى القصير. نشوف مطاحن ومخابز اسكندرية برضه كنا اتكلمنا عليه، نشوف عمل ايه. برضه ماشي في النارو اريا دي، الحتة الضيقة دي ماشي ما بين الدعم عند، يعني في جلسة امبارح جاب 30.80، في جلسة النهاردة جاب 30.90 ب55,000 سهم، وهنا 100,000 سهم، وهنا وصل برضو المقاومة بتاعته عند 31.60. يعني في الحتة دي يا اما يكسر هو، يعني من الواضح كده من المؤشرات المؤشر باصص لتحت، الا بقى لو ايه، لو جد جديد وما كسرش الحتة دي، يعني نقوله هنا كده، او لف منها، فنخلي الحتة دي نقطة كسر ال30 80، 30 جنيه و80 قرش دي وقف خسارة، هيبقى الدعم اللي يليه 29 جنيه ونص. ده بالنسبة للمضارب 29 ونص، ثم 28.25، ده بالنسبة للمضارب. اخترق ال31.70 يبقى عندنا هدف عند ال34 جنيه. مصر الألمونيوم، مصر الأسمنت هنا في أب ترند، اتكلمنا عليه كتير لما كان ب24 جنيه تقريبا من 3-4 شهور مثلا، دلوقتي وصل اللهم بارك 65 جنيه. هتلاقي مفهوش جديد، كنا متكلمين عن الفيديو سابق، عنده دعم عند ال10 جنيه، عنده مقاومة هنا في ال11 جنيه. النهاردة في جلسة النهاردة فتح 10.15، طلع لحد 10.57 وقفل 10 جنيه و40 قرش ب10 مليون سهم. الفوليوم طبعا زيادة عن كام جلسة اللي فاتوا. لوتس عنده أكتر من دعم في المنطقة دي عند ال55 قرش. هو فني حلو وكويس، عنده برضو هنا دعم تاني هنا عند ال54 قرش، منطقة دعوم. هو في 56.8 هنا واقف متمركز في الحتة دي. أول مقاومة لينا هنا عند 60 قرش، والتانية بعد كده اختراق ال60 قرش على طول هنلاقيه ب65 قرش على طول. ده بالنسبة للوتس. كوبر أو كوبر في الوقت الحالي عنده دعم هنا في ال75 ل76 قرش. النهاردة فتح 80 قرش، اللو بتاع 78، كلوس 79.7. هو ماشي في اب ترند في الحتة دي. عنده مقاومة عند ال84 قرش ودعمه 75 قرش. عندنا هنا مقاومة في ال84 ودعم في 76 على المدى المتوسط. ستة وسبعين كنت عاملها برضه قبل كده اهي، مفيهاش جديد، يبقى 76 معمول على كونفرميشن، ومقاومة 84 قرش.
شمال الصعيد او نيو داب لف من عند الاتنين 88، النهارده قافل الاتنين 99. اول مقاومة ليه عند الاتنين 10، اول مقاومة ليه عند الاتنين 10. شارم دريمز عنده هنا مقاومة في الحتة دي، النهارده وصل لها عند 18.30، هاي 18.30 وكلوز 18.14. اللو بتاعنا 17.66 او الدعم 17.66. الحتة دي فيها عرضي، كسر ال 17.66 وقف خسارة. في دعم بقى بعد كده تحت عند 17.28 وعند ال 16.90. اكتف فاينانشال كان عامل طالع كده سبرنت من عند الاول ال 3 جنيه، جاب 3.45 وبيجني من عندها. لو قلنا دعوم على المدى على المدى القصير للمتوسط، المؤشر سلبي للأسف، مؤشر الماكد سلبي. عندنا المفروض الحتة دي فيها دعم أكتر من دعم، نسبة فيبوناتشي وخط عرضي قديم، فالمفروض 3.6 دي المفروض يلف من هنا، المفروض يلف من الحتة دي، وهتبقى أول مقاومة لينا هنا في ال23. ملفش يبقى هيرجع تاني عند الاتنين 7، أقول تقريبا 3 جنيه. بدعمنا 3 جنيه دلوقتي ل23. أجواء سلبي وشمع سلبية. عندنا أول دعم قادم 124 جنيه، هو قفل 128 جنيه، دعمنا القادم 124 جنيه. أسك دخل تاني جوه القناة اللي كان شغال فيها، هيبقى دعمنا هنا اهوت عند ال 34.70، 34.70 مقاومة 35 ونص تقريبا. سباير كابيتال عرضي ودعم في 28 قرش، النهارده قافل 28.2 مليم. عندنا مقاومة هنا حوالين 29 قرش، الحتة دي ضيقة، عداها في أو تخطاها ممكن يعمل شكل هنا ويوصل ل30 قرش. عموما هو السوق يعني مش احسن حاجة، ونخلي بالنا لانه كاسر دعوم. عندك هنا اسكندرية لتداول الحاويات كنت محدد لها 22.80 دعم في جلسة النهاردة، اللو بتاعه 22.90 كلوز 22.99. هنا في دعم في ال 22 ومازال السهم سلبي، مازال السهم سلبي. عندنا مقاومة لو لف من الحتة دي عندنا مقاومة في ال 23.70. اسكندرية الغزل قلنا اللي هنا عندها فجوة هنا في الحتة دي، النهاردة نزل لحد 11.63 كلوز 12 جنيه، مؤشراته سلبية. القبضة بالجنيه، السهم سلبي، دعمه 25 جنيه، فلات مقاومة 26 جنيه برضو أو 6 جنيه 26 جنيه 20.
نشوف التوفيق ونقفل بيه توفيق للتأجير التمويلي. شمعة النهاردة إيجابية. أول مقاومة لينا هتبقى في 14. عندنا دعم هنا في 83 14 فيها 30 قرش. نشوف الخارجية الكندية كمان بالمرة. واقف هنا على الدعم، وارد يرجع يختبر هنا 24، وهنا واقف في 4 أو فوق 4 جنيه. كسر 4 جنيه يجيبنا عند 94 أول دعم. شوف العامة آخر حاجة إن شاء الله. العامة طول ما هو واقف فوق 10 وربع فهو إيجابي. هنا فوق 10 وربع، وفوق خط الترند ده عند 10 20 فهو إيجابي، ونشوف منه خير إن شاء الله. تحياتي لحضراتكم جميعا. أي حد يلاقي أي استفسار يا ريت يسيبولي في الكومنت، نعلق عليه في الفيديو الجاي. وطالما وصلت لحد هنا إن شاء الله الفيديو يكون عاجبكم. يا ريت تعمل لايك للفيديو. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.